دي ستريتن اوكمونت، مش دي الشركه يعني. ده بقى صاحبها، مش صاحب دي، صاحب الشركه قصدي. جوردن بيلفورت 26 سنه، بيكسب في السنه 49 مليون دولار، وساكن في بيت متواضع جدا، وعنده طياره خاصه و6 عربيات ويخت و3 حصنه، لا 4، ويبقى كمان ما شاء الله عليه مدمن مخدرات ونسوان وعليه غزلان، اصل مدمن نجاح. دي بقى نايومي مراته، وده اكتر شوت محترم ليها في الفيلم كله، وبتشتغل اهم شغلانه في العالم، خادمه تحت اقدام زوجها وهو بيسحب لها الفلوس من مكنه الاي ام. بياخدنا جوردن بالزمن 4 سنين لورا، وبيحكي لنا لما كان مقشف ومتجوز تريسا المقشفه زيه، عشان نعرف ازاي كون ثروته دي كلها لوحده وبعرق جبينه من غير ما يتفرج على افات، قصدي فيديوهات صلاح ابو المجد. فقدم في شغلانه سمسار في شركه بورصه في وول ستريت، فالبورصه انهارت، وقدم في وظيفه حكوميه تانية، فالوظيفه الحكوميه انهارت، وبيروح يقابل ماثيو ماكونهي عشان يقدم على شغل فيلم انترستيلر اللي هينزل السنه الجايه، فالكون نفسه بينهار. بيقعد جوردن عاطل فتره كده في البيت، وبيلاحظ ان تقريبا كده تريسا مراته باعت كرسي السفره عشان يعرفوا يتعشوا النهارده ويدفعوا اشتراك نتفليكس. فبيقولها تريسا هي كراسي السفره بتاعتنا نقص واحد ولا انا بيتهيألي؟ فقامت بصله من فوق لتحت كده وقالت له بالعكس دول زادوا واحد، فقام متخشب مكانه، وقامت مقربه منه كده وقايله له حبيبي بهزر معاك، صدقني الفلوس مش كل حاجه. قال لها بجد تريسا تهوهوي مرتين واديك 2000 دولار؟ فقامت قالت له هو هو هو، والتالتة دي هديه من عندي. بيقدر جوردن الحمد لله انه يلاقي اعلان لوظيفه جديده في شركه ستارت اب متخصصه في بيع الاسهم، فبيروح يقدم على الوظيفه، فبيلاقي انضف واحد في الشركه غسل ايده اول امبارح، فبيقول ايه القرف ده، وبيعرف ان الشركه وافقت على تعيينه خلاص، فبيقول ايه العظمه دي، بس بيعرف انهم بيبيعوا هنا اسهم لشركات فاشله اغلى سهم فيها بشيلن، فبيقول ايه القرف ده، لكنه بيعرف ان الشركه بتدي 50% عموله على اي سهم بيبيعه، فبيقول ايه العظمه دي، لكنه بيعرف ان الواد ده قاعد في الكرسي اللي جنبه في الشغل، فبيقول ايه القرف ده، لكنه في اول 5 دقايق ليه في الشغل بيقدر يبيع اسهم ب 4000 دولار، فبيقول ايه العظمه، لكن بيلاقي الواد لسه قاعد جنبه، فبيقول برضه ايه القرف ده. بتبتدي البليه تلعب مع جوردن وبيشغل الشغل، وبتوصل معاه انه بيكسب في الشهر فوق ال 72000 دولار، يعني بيكسب اكتر من بتوع التين الشوكي. وفي يوم بيروح له دوني جاره وبيقول له بقول لك ايه، هي العربيه الصفراء اللي بره دي بتاعتك صح؟ ممكن تقولي بتشتغل ايه؟ فجوردن قال له انا بلعب بالفلوس لعب، فدوني قال له ما هو باين بتشتغل ايه بقى؟ فقال له لا بجد انا بلعب بالفلوس في البورصه. بعدين عارف انت قلت لي اسمك ايه؟ دوني. بص يا دوني انت فاكر طبعا ان لما يبقى معاك فلوس هتبقى سعيد ومبسوط، يا حبيبي انت فاهم غلط، الفلوس دي مع التيوس. فدوني قام باصص له وقايل له بيبتدي جوردن يحس ان الوظيفه بقت معطلاه ومش جايبه همها، وبيقرر يفتح مشروعه الخاص، وبيجمع صحابه القدام وبيطلب منهم ينضموا له في شركته الجديده، واللي يبقوا سياتر وشاستر وروبي وبراد، وبيقول لهم احنا عايزين نبيع الهوا للناس، مش معقوله افلام مي عمر بتتباع للجمهور واحنا مش عارفين نبيع اسهم في الشهر ب 15 مليون دولار. وبيطلع قلم من جيبه وبيقول لبراد براد تعرف تبيع القلم ده؟ فقال له قلم ايه، انا ممكن ابيعك انت شخصيا. فقال له بجد؟ طب وريني هتبيعني ازاي. فقام منادي للويتر وقال لها لو سمحت الواد ده معهوش فلوس يحاسب وناوي يكت وانا معرفوش. وابتدت بقى الشركه تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، لا دي مش بتكبر دي بتكبر، ودي تبقى دانيال السكرتيره بتاعت الشركه اللي جوردن اشترط عليها تحلق شعرها عشان تستلف 10000 دولار تنفخ بيها قلبها عشان تشقط العملاء. عشان كده دانيال تبقى واحده من اكبر الموظفين حجما في الشركه، اللي بقت واحده من اكبر الشركات في وول ستريت، ورفعت شعار للعملاء وقالت لهم بفلوسك الناس كلها هتبوسك. وبدات الصحافه تطلق عليه ذئب وول ستريت عشان بيعوا على الفلوس. بيتضايق جوردن من المقاله اللي بتوصف شركته انها شركه فسدانه، وبيروح يقول لمراته ينفع كده؟ فمراته بتقول له حبيبي دي دعايه سلبيه، انت ما بتشوفش بيعمل ايه عشان الناس كلها تتكلم عنه. وهو بيطلع عنده حق في الاخر، لان الاعلان في الاستوري عنده بيوصل 100000 جنيه، وبتطلع تريسا كمان عندها حق، والشركه بتتشهر اكتر واكتر. وفي يوم عادي كده والشباب قاعدين بيلعبوا اتوبيس كومبليت، بيقول جوردن سلاح بيبدا بحرف النون، فسياتر صاحبه بيقول لنايومي هناك اهي، وبيبص جوردن قدامه بيلاقي سلاح جديد من فئه الصواريخ، فبيقوم قايل يا نهار ابيض مش ده الحوت الازرق؟ بس اول ما شافها قال لا 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 لا, لا انا مش هضعف، لا مش هضعف، انا لازم اعمل الصح. وقام مطلق تريسا مراته ومتجوزه، وهي وافقت على طول بعد ما طلب منها تعد عدد الاصفار بتاعت حسابه في البنك، وقام جايب لها هديه جوازها يخت عليه اسمها. فاول ما شافته قالت ايه ده، معقوله مش دي الشيخ زايد؟ بتبتدي الاف بي اي تنخرب ورا جوردن، وده لانهم شايفينه معاه فلوس ونساء ورجال شغالين معاه يعني، وحياته سعيده وما عندوش سرطان. وبيروحوا يزوروه زياره وديه في اليخت بتاعه اللي عليه الطياره الخاصه بتاعته، ولما بيسالهم تهمته ايه بيقولوا له ان محدش بياخد كل حاجه. بيبتدي جوردن يتوتر ويخاف لا فلوسه تروح عليه ويتحبس بسبب التهرب من الضرايب، وبسبب انه بيبيع اسهم
مش حقيقيه، وبيفكر ازاي هيهرب الفلوس دي كلها من غير ما يتعكش. فبيقوم رايح لطنط أنا عمة مراته البريطانيه وبيقوم قايل لها: أنا انت عارفه ان الحب ممكن يستنى لحد ما تبقي في سنك، يعني أنا انت عارفه ان اللي بيقرب ليكي بيتهنى، أنا انت عارفه ان العيشه معاكي ما تفرقش عن الجنه، أنا. فقالت له: ما خلاص بقى يا عم قول انت عايز ايه. قال لها: انت عارفه ان انا دلوقتي لو هربت فلوسي لسويسرا والاف بي اي قرر يفتح تحقيق هناك هيعرف وهتحبس، لكن لو انا كتبت الفلوس دي كلها هناك باسمك الاف بي اي مش هيعرف يوصل لها بس هتحبس برضه. قالت له: ازاي؟ قال لها: في حبك هيسجنوني جوه قفصك الصدري اللي هو قلبك يعني. فقامت أنا قالت: ياه. لما بدا يتثنى بيحس جوردن برضه انه مش كفايه، فبيروح لبراد صاحبه اللي مراته اوروبيه برضه فهتعرف تسافر سويسرا بسهوله، وقال له: مراتك يا اسطى هتحل لي ازمه. فبراد قال له: هو انا متجوز ستريبر بس مش لدرجه ان احنا نغري بيها الاف بي اي. فقال له: لا يا عم انت فاهم غلط، احنا هنغري بيها عمال المطار. وقام قايل له: بص الحركه دي. فقام جوزها بص لها وقال لها: ياه اول مره احس انك مش رخيصه. وقام جوردن مهرب فلوسه هو ودوني مع مرات براد وام مراته واخت ام مراته وبنت اخت ام مراته وخالد بنت اخت ام مراته اللي هي ام مراته اصلا برضه، لحد ما حولوا للبنك بتاع سويسرا سكه 20-30 مليون دولار بس، اهو اي حاجه تسترهم اما الدنيا تيجي عليهم. بيقرر الاف بي اي انهم يعملوا صفقه مع جوردن، يعرفهم على مراته قصدي احتيالاته في البورصه، ويديهم غرامه 15 مليون دولار ويتنازل عن اداره شركته لدوني او اي حد، مقابل انهم يسيبوه بقى فقير كحيان غلبان معاه 50 مليون دولار بس يسندوه الكام سنه الباقيين من عمره. وبيبقى جوردن رافض يعمل ده في الاول، فبيحاول المحامي بتاعه يقنعه ويقول له: ارضى بقليلك وكفايه فلوس لحد كده، صدقني الفلوس مش كل حاجه. فجوردن بص له وقال له: اديك 10,000 دولار وتنام واقف زي الحصان. فالمحامي بتاعه قال له: كتر لي بس في العلف بتاع الفطار عشان ورايا مشوار الصبح. بيجي اليوم المشؤوم اللي جوردن هيتنازل فيه عن الشركه لدوني، وبيروح يقف قدام موظفينه عشان يودعهم وبيقول لهم: صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر، بصوا وشوفوا حاجاتي انما ايه في السر. بس مره واحده جوردن بيتجنن وبيقول لهم: مش ماشي، انا ابن المكان ده ومش ماشي، ابلع يالا انت وهو اللي عند البوليس يعمله ورقصني يا جدع. ولكن للاسف العمه ايما بتموت وبيموت معاها ال 20 مليون دولار. فجوردن بيقول: رائع. وبيعرف ان ستيف مادن صاحب شركه الاحذيه اللي جوردن بيمتلك اغلبها باعهم وابتدى يبيع الشركه. رائع. وبيعرف جوردن ان مراته عايزه تسيب له البيت وتمشي. رائع. وبتطلب الطلاق بحجه انه ما بقاش جوردن اللي هي عرفته زمان، بقى مدمن مخدرات وستات وخارج عن القانون. فقال لها: يا سلام، ما انت ساعه ما عرفتيني كنت مدمن مخدرات وستات وخارج عن القانون برضه. قالت له: يا حبيبي انت دلوقتي مدمن مخدرات وستات وخارج عن القانون، انما زمان كنت مدمن مخدرات وستات وخارج عن القانون ومعاك فلوس، تفرق يا حبيبي عن اذنك. فبيتصدم جوردن وبيقول: فعلا الراجل من غير ماله الدنيا تبكي على حاله. وبيطلع جوردن بكفاله قيمتها 10 مليون دولار، امال هو معاه كام؟ وبيحددوا اقامته الجبريه في البيت، وبيركبوا له جهاز تعقب في رجله عشان كل ما يغادر البيت يشغلوا له اغاني عصام صاصا بصوت عالي. وبيوافق جوردن في النهايه انه يعمل الصفقه اللي عايزينها منه ويحط جهاز تنصت ويبيع صحابه وشركته مقابل انه يتسجن 3 سنين بس. فاصحابه بيقولوا له: ولا انت بياع. فقال لهم: ما انا عارف، ما هي دي شغلتي اصلا. بيتسجن جوردن 3 سنين وبياخدوا اللي وراه واللي قدامه. واول ما بيخرج من السجن بيطلع كسبيكر في ايفنت كاشطر مدرب مبيعات في العالم، وبيقف يتكلم مع الناس ويقول لهم: ايه معنى الفلوس بالنسبه لكم؟ فبيطلع واحد كده وبيقول له: بس الفلوس مش كل حاجه. فقال له: انا يعني لو اديتك 2000 دولار دلوقتي وخليتني اشتمك مش هتوافق؟ فقال له: لا طبعا. قال له: طب ولو غيرت لك عربيتك؟ فقال له: ساعتها هبقى محتاج واحده تهزقني 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 تهزقني. الفيديو ده منتجته مريم فوده، وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات القديمه والجديده. سلام.